السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لما حد فيكم بيفكر يعمل حاجة حلوة ويكون بيعمل دايت، ضميره بيأنبه انه يرجع ياخد قطعة من كيك او قطعة من بقلاوة وتكون تبوظ له الدنيا اللي هو كان ماشي عليها مظبوط. فتعالوا النهاردة نعمل كيك جميل جدا، حاجة حلوة بدون سكر وبدون دقيق. ضميرك مش هيأنبك بعد كده لما تيجي تعملي دايت، لانك هتلاقي حاجات حلوة كتير قوي ممكن تعمليها بدون سكر وبدون دقيق. شايفين هشة وجميلة، قوام جميل وطعم ممتاز جدا جدا. سعراتها الحرارية قليلة جدا. يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة هنا عندي هنستخدم جوز الهند المبشور. انا هنا جوز الهند المبشور ده كان للاسف خشن مش ناعم، فانا عايزه اطحنه. فهعمل ايه؟ يا اما في الكبه تطحنيه، يا اما في الخلاط، بس تاكدي ان الخلاط يكون جاف تماما ما فيهوش ولا نقطه ميه. ابدأي انزلي بجوز الهند فيه واضربيه لمده دقيقه كده، هتلاقيه اتطحن معاكي وبقى جميل جدا جدا. انا هنا مش عايزاه جوز هند مطحون بودر يعني، انا عايزاه ناعم شويه، يعني بالدرجه دي. شايفين هو ناعم شويه ازاي؟ فالخلاط يفي بالغرض في الموضوع ده لو انتي الكبة عندك فيها مشكلة ولا اي حاجة. هنيجي بقى عندنا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. يعني ايه بدرجة حرارة المطبخ؟ يعني تكوني مخرجاهم من التلاجة قبل ما تشتغلي على الأقل بساعتين. هننزل عليهم بنص معلقة من الفانيليا ورشة من الملح، ونبتدي نضرب كده بالمضرب الكهرباء او المضرب اليدوي السلك، مفيش اي مشكلة، ولكن هياخد معاكي وقت اطول شوية، ولكن بيدي نفس النتيجة في الاخر. هننزل بقى هنا اثناء ما احنا بنضرب البيض بتاعنا، هننزل بمعلقة ونص كبار من سكر ستيفيا. اي سكر دايت موجود عندك استخدميه، بس المهم يكون السكر ده مخصوص للحلويات، علشان تقدري تستخدميه يدخل الفرن معاكي تمام. انا برشح سكر ستيفيا لانه ممتاز جدا جدا. هننزل بقى بعد كده بكوباية من اللبن الزبادي، او حوالي علبتين صغيرين من الزبادي البلدي، او ممكن تستخدمي الزبادي اليوناني، طبعا هيبقى افضل بكتير. هنضرب كويس جدا جدا لحد لما كل المكونات تختلط معانا، وبعدين هننزل باخر حاجة عندنا، حوالي معلقتين كبار من السمنة البلدي او الزبدة. طبعا لو عندك زيت جوز الهند تقدري تستخدميه برضو، ولكن لو ما عندكيش، واغلب الناس ممكن يكون حاجة زي دي ممكن توقفها عن انها تعمل وصفة صحية، فبديل زيت جوز الهند المخصص طبعا للطبخ، اللي هو معلقتين كبار او ربع كوباية يعني من الزبدة البلدي او السمنة البلدي. طبعا انا دوبتها كده علشان اقدر استخدمها. هنجيب بقى معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، هنقلبهم كده تقليبة بسيطة مع كوباية جوز الهند اللي احنا طحناها شوية دي في الخلاط مع بعض، او في الكبة زي ما تحبي. وهننزل بقى بيها على المكونات السائلة اللي عندنا. لاحظي ان جوز الهند بيتشرب السوائل، فقلبي شوية كده حلوين، هتلاقي ان القوام تقل معاكي بالشكل ده. لو لقيتي ان القوام لسه محتاج معلقة او معلقتين تاني من جوز الهند، حطي كمان معلقتين، ولكن هي كوباية كبيرة من الكوبايات المعيارية المليانة هتفي بالغرض. لو انت هتستخدمي الكوباية بتاعة الشاي اللي هي 200 جرام، هتزودي عليهم معلقتين كبار تاني تمام. هنجيب بقى صينية او طاجن او اي صينية بتخش الفرن، هندهنها كده بشوية من السمنة الدايبة اللي انا كنت مدوباها، وبعدين هننزل بقى بخليط الكيك اللي عندنا بالشكل ده، وعلى درجة حرارة 180 زي ما بنسوي الكيك بالظبط. شوفي انت فرنك بتسوي فيها الكيك على كام درجة، واظبطي الفرن بتاعك زي ما انت متعودة تظبطيها، لان انا ممكن يكون الفرن بتاعي 180، ممكن يكون عندك 170 او 160 او 190 على حسب فرنك ما بتظبط تسوية الكيك استخدميها. رشينا بقى رشة حلوة كده من جوز الهند فوق الوش، وبعد حوالي تلت ساعة اختبرتها بسكينة، لقيتها استوت تماما. بعد كده طفيت عليها النار، ولعت الشواية،
شغلتها كده يا دوبك الصينيه بتاعتي خدت وش كده، وبعد كده طفيت الفرن على طول، لان الوش بتاعها ما بياخدش لون زي الكيك العادي. فخدي بالك من الحته دي، يعني اللون اللي قدامك ده الكيك بتاعي واخده عن طريق الشوايه. تمام. هنستناها بقى لما تخرج من الفرن وحرارتها تهدى شويه، وبعدين نبتدي نقطعها. مش هنقطعها على طول اول لما تخرج من الفرن عشان ما تتفرفتش معاكي، وهتلاقيها تتقطع معاكي قطع متساويه وجميله جدا جدا. ما اقولكوش بقى على طعمها ولا ريحتها اللي قلب البيت، ريحة جوز الهند اللي طالعة في كل حتة جميلة جدا. تقدري تاخدي منها الكمية اللي انت عايزاها. سعراتها الحرارية قليلة جدا جدا. آه، تقدري تاخدي منها في الفطار او تحلي منها بقى بعد الغدا كده، تبقى حاجة جميلة جدا جدا وفي منتهى الجمال. شايفين القوام عامل ازاي؟ القوام متماسك، مسامية جدا جدا. شكلها حلو، ممكن كمان تقدميها لضيوفك. اتمنى ان لو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك، ونوريني بالاشتراك في القناة علشان يوصلك كل وصفات الدايت الجديدة اللي هنعملها بإذن الله على القناة. شكرا للمشاهدة.